الفطاير المشوية وصفة رمضانية لذيذة، طريقتها سهلة وتقدري تبدعي بالحشوة زي ما تحبي. فأحتاج حليب، سكر وخميرة، أتركهم يتفاعلوا مدة 5 دقائق، بعدين أرجع أضيف عليها سكر، حليب بودرة، ملح، دقيق، أعجنها مدة 5 دقائق، بعدين أرجع أضيف الزيت وأرجع أعجنها مرة تانية مدة 3 دقائق، وتركتها تخمر في نفس العجانة، لأنه العجانة حقتي اللي من أديسون ذاتية التخمير، فتقدر تخمر لي العجينة بطريقة مرة حلوة. شكلتها كرات، حطيت اللحم المفروم مع الجبنة الشيدر، وأكيد طريقة اللحم المفروم حتلاقوها في صندوق الوصف. هنا عندي الشواية من أديسون، هذه شواية بدون دخان. الحلو فيها أنها ما راح تكبس لي الكرات مرة، وحتستوي بطريقة رائعة، وأبدا أبدا ما تلصق. وبدأت أقدمها، طريقتها سهلة لذيذة وبالعافية، أحلى وألذ فطاير مشوية.